الحمد لله الذي وعد الشاكرين بالشكر مزيدا وجعل الشكر للنعمة حافظا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حمدا وثناء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اختاره واجتباه اجتباء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فهي الوقاية والجنة في الدنيا والسلامة والنجاة في الأخرى. معشر المسلمين، مضى معنا في جمعتنا الماضية الكلام على الشكر وطرقه، وفي جمعتنا هذه الحفاظ على النعم وسبله، فأجل النعم نعمة الإسلام، وطريق الحفاظ على هذه النعمة التمسك بها ظاهرا وباطنا، ولاء وبراء، تجريدا وتوحيدا، العمل بشعائره والقيام بأركانه وأخلاقه، والاعتزاز والافتخار به، والحذر مما ينقصه أو يفسده أو ينقضه، محبة أهله وبغض أعدائه، والاستسلام له انقيادا وقبولا وعملا وتسليما، وإفراده سبحانه إخلاصا وذلا وخضوعا. ومن النعم العقل والحفاظ عليه مما يفسده أو يخل به، كالمخدرات والدخان والمسكرات والشبهات والضلالات، حفاظا عليه من القنوات الفاسدة والمقاطع الكاسدة. ومن حفظه أن العقل تابع للكتاب والسنة وليس متبوعا، فلا يقدم عقل على نقل، فتجد من اتبع هواه وآثر دنياه يقدم عقول البشر على كلام سيد البشر، فيضرب بالنصوص عرض الحائط مسايرة للواقع أو متابعة للحضارة أو تأثرا بدول الكفر والخسارة. وكذا الجوارح كالسمع والبصر واللسان من وسائل حفظها لا تسمع حراما ولا ترى حراما ولا تلفظ حراما، شكرها باستعمالها في المباحات والواجبات والمستحبات، وصرفها في الخيرات والطاعات. أما نعمة الوقت فحفظه يحتاج إلى مزيد عناية، أن يصرف المرء وقته فيما يعود عليه نفعه، فلا يضيعه بالقيل والقال والسهرات طوال الليال. ومن شكره استثماره في العمل الصالح وترك الذنوب والقبائح. ومن النعم أمة العطاء والكرم نعمة المال، وما يناله الإنسان بوظائف أو أعمال، فشكره صرفه في طاعة الكبير المتعال، وليحذر صرفه في الحرام كالربا والغنى والإسراف وأكل أموال الناس بالباطل، كالغش والكذب والخيانة، أو التساهل في الأعمال الوظيفية والمرتبات الحكومية، أو الأعمال التجارية، أو الوصايا والأوقاف، وأكل أموال اليتامى والمساكين، أو تأخير رواتب العمال، أو المماطلة في البيع والشراء والأخذ والإعطاء. ومن ذلكم البطون وما تحويه من الأكلات والمشروبات، فاحذر أن يتغذى جسمك بالحرام وبطنك بالحرام. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا ربي يا رب،
وملبسه حرام ومشربه حرام ومطعمه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له؟ وأيما جسد نبت من سحت وحرام وسرقات وخيانات وآثام فالوعيد الشديد حليفه وعدم قبول دعائه. فصلاح مطعمك سبب لصلاح قلبك، وما فسد قلب إلا بفساد الطعام. ومن النعم الأمن والراحة والطمأنينة والاستراحة، وضدها الترويع والاختلاف والتفرق والائتلاف والزعزعة والإجحاف والقلق والخوف والإفساد المعنوي كالمعاصي أو الحسي كالتخريب. فالشكر لها بالإيمان المثبت لها والاجتماع والتلاحم على الحق وبها، فبقدر الإيمان يكون الأمان. ومن النعم نعمة الأكل والمطعم، فمن شكرها التثنية عليها والحمد بعد الانتهاء منها، وصيانتها من الضياع والإتلاف، وإصلاحها وتنقيتها، ومن ثم إطعامها والصدقة بها ولو كان جزءا يسيرا. اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولعق الطعام من سنة سيد الأنام. أما ما يفعله بعض الناس من وضع الفاضل في الزبائن والقمائم ورمي الباقي في حاويات المخلفات فليس من شكرها. وكذا ما يفعله بعض الناس إذا ذهب إلى المنتزهات وأكل ما شاء من المأكولات تركها ورمى بها في الحاويات أو تركها في مكانها بحجة أن فيه من يحملها وينظف المكان. والبعض يأكل ويشرب تبذيرا وإسرافا مباهاة وافتخارا. ولهذا تجد الحديث طعامنا أفضل من طعامكم، وتنزيل ذلك بالصور بالاستقرام وغيرها. وكذا ما يبقى في المطاعم والوجبات السريعة والأكلات السيارة ترمى ولو كانت يسيرة. وانظر إلى الجلسات الشبابية والمنتزهات العائلية، فحبذا الاقتراح على وضع حاويات خاصة في المنتزهات والجلسات والحدائق عونا للناس على شكر النعمة. هذا ولا ينسى فئام من الناس حفظوا النعمة وصانوها من الضياع، وفيلتقطون صغار الطعام ووضعها في أماكنها المناسبة أو إطعامها إن كانت صالحة. والجمعيات الخيرية لديها أرقام هاتفية لمن فضل منه الطعام لأخذه وحفظه وإصلاحه وإطعامه. وكثير من قصور الأفراح بحمد الله لها اتصال بها. وهناك عباد الله من البيوتات المحتاجة ما لو أن المرء أصلح وأطعم وتصدق وأكرم لنال الأجر والكرم. وكذا ما يوجد في أسواق الفواكه والخضار من وضع نفايات ذلك، من وضع بقايا ذلك في النفايات ووطئها بالأرجل والسيارات. وقد قامت بعض الجهات المختصة بوضع صناديق مخصوصة لما استغني عنه، وهذا جهد مشكور. ومما ينبغي أن يذكر بقايا الطعام عند غسل الأواني والانتهاء من الطعام، فينبغي الاحتراز والانتباه ووضع حاويات تمنع جري الطعام وجمعه وإطعامه للبهائم أو وضعه في حاويات الطعام. ومن النعم عباد الله اللباس والكساء للرجال والنساء باللباس الشرعي، فلا بدون إسبال للرجال ولباس الحشمة للنساء
والعفاف والستر، فلا تظهر الأعضاء ولا يكون شفافا ترى منه الأعضاء، أو قصيرا يظهر منه الساق ويرى، أو أعبية مخصرة مربوطة ونقابات فاتنة مفتونة. ومن حفظ النعمة في البيع والشراء أن يجتنب البائع ما حرم الله ورسوله فيعين على الباطل وأكله، وعلى المشتري ألا يشتري الحرام فيسوقه لأهله. وليحذر أصحاب التجارات والبضائع والمحلات من بيع وشراء وتوريد المحرمات فيعين على الإثم والعدوان والمنكرات. ولهذا أيها الإخوة تجدون قلة البركات ونزع الخيرات في الأموال والتجارات، وما سبب ذلك إلا البيوعات المحرمة. ومن حفظ النعم في الأولاد رعايتهم وتربيتهم وتعليمهم وتأديبهم مراقبة نحو الصلوات والقيم والأخلاق والجلساء والرفقاء، وقايتهم من المعاصي وتحذيرهم من معصية الله ورسوله. أما تركهم وما يعملون والتساهل معهم وما يفعلون وإهمالهم وما يشعرون فليس من شكره سبحانه، فأنتم عنهم مسؤولون. ومن النعم نعم المساكن، فشكر الله عليها وستر المؤمن فيها، فلا يليق بالمرء أن يكون سكنه محلا للمحرمات والفضائيات والغناء والمنكرات بعيدة عن هدي الرسول وسنته والعبادة وطاعته. ولهذا تجد بعض البيوتات تفرقا واختلافا، زعزعة وانشقاقا، وللشيطان مأوى وارتياحا لقلة الطاعة وانتشار المعصية وضعف الإيمان والبعد عن الأوراد والأذكار وتوحيد الرحمن. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، وصلى الله وسلم على سيد الشاكرين وإمام المتقين. ومن النعمة عباد الله نعمة التعليم والقراءة. ومن أوجه عدم شكر الله التعلم لغير الله أو للجدال والممارات، وكذا رمي الملخصات والمقررات في الأسياب والطرقات أو الزبائن والحاويات وفيها السنة والآيات. والواجب وضع صناديق خاصة وحاويات منفردة وجمع ذلك لدفنه أو إحراقه. ومثل ذلك الجرائد والصحف والمجلات المحتوية على الآيات والأحاديث أو الأذكار وكتب العلماء ينبغي أن تصان لما تشتمل على ذكر الله أو آية أو سنة. وكذا نعمة القلم، فإياك أن تكتب ما تندم عليه وما تحاسب عليه من كذب وغش وتدنيس وتغريب وإفساد. ومن نعم الله نعمة التقنية والتواصلات الاجتماعية كالواتس والتويتر والاستقرام والفيسبوك والجوالات الذكية والمنتديات المختلفة والرسائل الجوالية، فسبيل شكرها صرفها واستعمالها في الأمور النافعة والمجالات الخيرية والأمور المباحة. أما أن تكون محلا للغيبة والنميمة والكذب والإشاعة والتزوير والخيانة والصور الخليعة والمعاكسات والاتصالات المحرمة فهذا من كفر الله فهذا من كفرها لا من شكرها. ومن النعم نعمة المركوبات والسيارات، فشكر الله عليها حمده سبحانه عليها، وعدم إيذاء الآخرين في طرقاتهم، والتفحيط والتهور في القيادة، وقطع الإشارة، وترويع المارة، وسد الطرقات
وإتلاف المركوبات. ومن النعم وأجل المنن نعمة بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ومن شكر الله بهذه السنة ولا العمل بسنته وتطبيقها وتقديمها على كل أحد والرضا بها والتسليم والانقياد لها ونشرها والذب عنها وحب أهلها، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء به رسول الله. وتلكم قاعدة في شهادة أن محمدا رسول الله. ومن المحدثات ونحن على عتبات نهاية العام ما نسمع ونقرأ سواء رسائل نصية أو واتس حديثية أو مكالمات هاتفية كتوحيد الدعاء في آخر العام، والصيام آخر العام، والأمر بالاستغفار والتصافح والعفو عما بدر وكان، أو التهنئة في العام الجديد أو التعزية في العام الماضي. ومن ذلك اعتقاد طي الصحف لهذا العام وليس على هذا دليل. ومن المحدثات الاحتفال برأس العام، فدخول عام وخروج عام لا يشرع له عمل من الأعمال. وكذا لا يشرع توديع العام بخطبة أو مقال أو كلام. والواجب صيانة للسنة وقمعا للبدعة رد هذا عبر الرسائل وتنبيه المرسل والسائل بالحكمة وحسن الدلائل لتكون عونا على رد البدعة وحفظ السنة وعدم إرسال ما يرسل إليك مثل هذه الرسائل أو عدم إرسال ما يرسل إليك مثل هذه الرسائل. فالخلاصة أيها الإخوة أنه لا يصح في هذا الباب شيء من العبادات والتحولات. هذا وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يجعلني وإياكم من أنصار دينه وشرعه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود المعتدين والنصارى الحاقدين والرافضة الظالمين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى في هذه اللحظة المباركة أن تجعل لنا وللمسلمين والمسلمات من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم أزل الشدة عن المهمومين يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعلنا وإياكم من أولي النهى وأمتنا حين ترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل أيامنا القادمة خير من أيامنا الماضية أنسا وانشراحا أمنا وإيمانا صحة وعافية وتقى يا ذا الفضل والمن والجود والعطاء. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، أنزل علينا رحمة من رحمتك، أنزل علينا رحمة من رحماتك ونفحة من نفحاتك يا ذا الجلال والإكرام. تهدي بها قلوبنا وتصلح بها شملنا وتحفظ بها غائبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا لأعدائك
نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، وكلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث، اللهم أسقنا الغيث، اللهم أسقنا الغيث يا أكرم الأكرمين. اللهم يا حي يا قيوم أنزل على أرضنا زينتها وبهجتها ومنافعها يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا ذا الجلال والإكرام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.